راديو القاهرة اليوم، معاك كل يوم. اهلا بكم في اولى حلقات برنامجنا حكاية مثل. انا معاكم شهد وائل على راديو القاهرة اليوم. البرنامج بتاعنا بيتكلم عن الامثال الشعبية اللي كلنا بنستخدمها او بنسمعها. البرنامج بتاعنا في كل مرة هنحكي حكاية مثل واصله كان ايه. المثل اللي معانا النهاردة حسبة برمة. المثل ده بنقوله لما حد بيقول عملية حسابية معقدة. اصل المثل ده ان كان في قرية اسمها برمة في محافظة الغربية، بينها وبين طنطا 12 كيلومتر. في يوم كانت ماشية واحدة ست شايلة قفص فيه بيض وخبطها واحد، فالقفص وقع وكل البيض اتكسر. فالراجل حب يعوضها عن البيض وقال لها القفص كان فيه كام بيضة؟ فالست ردت قالت له لو عدينا البيض بالتلاتة هيبقى بيضة، ولو عدينا البيض بالأربعة هيتبقى بيضة، ولو عديناه بالخمسة هتتبقى بيضة، ولو عديناه بالستة هيتبقى برضو بيضة، أما لو عديناه بالسبعة مش هتتبقى حاجة. فالناس قعدت تحسب كتير، وبعد حسابات كتير من أهل القرية قدروا يوصلوا لأن القفص كان فيه 301 بيضة. ومن هنا جه مثل حسبة برمة. استنوني المرة الجاية في مثل جديد وحكاية جديدة في برنامج حكاية مثل.